هاي كرزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا صباح الحمد لله جيتكم اليوم بهذا الوصفه ولا هذا الطبق اللي هو بزاف بنين، اللي هو كوردون بلو بدا المعجب دارنا. كنت درتو زوج خطرات. هيا تبعوني كرزاتي تشوفوا كيفاش حضرته. هنا كنت حكمت السلق بعد ما غسلته وشللته بيا. كنت درت له مع مغرف زبده وشويه سنه تاع الثوم ودرتو ذبال. هذا ما كان مع شويه فلفل الكحل. هنايا كنت بالنسبه للدجاج كنت رحيته، كنت ثاني درت له ترحيوه بيا، وكنت درت له شويه لي زيبيس، درت له كركم، زنجبيل، فلفل الكحل، مغرف معطارد، توابل الدجاج، شويه ملح. هذا هما. وثاني درت شويه تاع ذوبات الحمر الحلو والحار، وراح نعجنوه بالزيت كيما راكم تشوفوا لهنا. الزيت ما تكثروش، ديروا قيس مغرف. هذا مكان قيس ما تعجنوا به. هنا بعد ما تعجنوه راح ديروا له مغرف لا شابلير. هذا مكان كيما راكم تشوفوا راح تدخلوا ثاني لا شابلير هذيك مبيا، وراح وتغطوه بصاصي وتحطوه في الفريجيدار وتخليوه. بعد ما تكملوا المكونات الاخرين هنا نرجعوا للسلق تاعنا. كنت درت له كاس تاع كرام فراج، درت له ثاني الفرماج كيما راكم تشوفوا كميه مليحه تاع الفرماج، وراح نخليوه كيما نقولوا يغلي. هذاك الكرام فراج تغلي مع هذاك السلق وراح نطفيو عليها. هنايا نرجعوا للاصوص اللي راح نرافقها مع الكوردون بلو تاعنا. هنا كنت درت مقله فيها شويه زيت، شويه حبه بصل صغيره كنت قصيتها مكعبات صغار. حكمت ثاني لي شامبينيون تاعنا كنت قصيتهم وغسلتهم الساعه وشللتهم وقصيتهم كيما راكم تشوفوا. درت لهم شويه فلفل الكحل، شويه الملح، شويه كركم، شويه زنجبيل. هذو هما لي زيبيس اللي كنت استعملتهم. ثاني كنت زدت عليهم شويه تاع الزيتون كما راكم تشوفوا واحد قصوه شرائح صغار. هنا راح تزيدوا عليه بعد ما يتقلاو كامل، راح تزيدوا الكسمه. هنا ما تكثروش الملح طول في هذا الطبق هذا، بيسك السلق مالح، الفرماج مالح، كلش مالح. ما ديروش الملح. انا بالنسبه ليا ما درتش الملح بزاف. هنايا راح تزيدوا ثاني كاس تاع كرام فراش كما راكم تشوفوا، وراح تخليوهم تخثر هذاك لاصوص نتاعنا. هنايا بعد ما خثرت لي كنت زدت لها شويه فرماج رابي كما راكم تشوفوا لهنا. شوفوا كيف جات خاطره. هذه هي لاصوص اللي وجدتها. هنايا راح نرجعوا نجيبوا هذاك الدجاج تاعنا اللي كنت حطيناه في الفريجيدار. راح نجيبوا ساشي نفرشوه، راح نحكموا كميه تاع هذاك الدجاج. راح يعني نعاونوا رواحنا بالماء كما راكم تشوفوا. كما راهي الفيديو راهو يوضح. كنت حكمت درت على شكل كاريه. درت هذاك السلق شويه فرماج وقفلت كما راكم تشوفوا. الفيديو راهو يوضح كيف كانت طريقه الاستعمال تاعي. وراح تخبزوه على شكل كاريه وتلفوا عليه هذاك الساشي كما راكم تشوفوا. هذه الطريقه تخبزوه هذاك الدجاج على شكل مربع ولا مستطيل. لا ديروا كميه تاع السلق شويه فرماج وتعاودوا تقفلوه كما نقولوا كما السوفلي، وتعاودوا تشكلوه شكل كاري وتحطوه في الفريجيدار. كامل كميه تحطوهم في الفريجيدار. بعد ما يحكموا رواحهم في الفريجيدار راح نجبدوهم نديروهم في الفارينه في العظام في لاشابلير ونقليهم. هذه هي الطريقه. فارينه عظام لاشابلير ومن بعد ليه نقليهم كما راكم تشوفوا. هذه هي. شوفوا كيفاه جا خرج هذاك الفرماج جا معسل بزاف بنين. الدجاج هذاك طايب نهار الاول قوي وهذيك النار قيس ما يحكم روحوا الدجاج عاودوا نقصوها وخليوه يطيب في عقله. شوفوا كيفاش يجي حمر بزاف بنين. انا كنت رافقته هنايا مع هذيك لاصوص اللي وجدتها معكم، الروز ثاني تاع مع شعيريه. دوك راهو كاين في الوصفات نتاعي من قبل. شوفوا كيف كنت نحضرته. هذا هو الطبق نتاعي كوردون بلو. جا بزاف بنين كما قلت لكم. عاودتو دهن خطره لدارنا تلموجه هايل. جا معسل كما راكم تشوفوا، خاصه هذيك لاصوص اللي كنت رافقتها مع هذا الطبق. هذه هي كرزاتي، جربوه على هذه الطريقه وما تنسوش تابونيوني على قناتي هنا على اليوتيوب. سلام.